اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نتعرفوا على أساسيات الخياطة. أول حاجة عندي القماش مهما كان نوعه. أول حاجة نديرها وش هي؟ نحكم القماش نشمخه في بدون وحده. مثلا لهنا عندي زوج أنواع، هذا نحطه في بدون وهذا نحطه في بدون، ونخليهم يشمخوا للزوج. نشمح ونكب غير الماء برك، لا صابون لا حتى حاجة. نخليه يقيس ربع ساعة 20 دقيقة. كي نكمل نعصرو بإيدي ومن بعد ننفضو. كي تنفضوه راح تنقصوا من عملية انك انتي تحديه. تنفضيه تخليه ينشف، من ثم تعاودي تحسبي القياسات، تحسبي الطول وتحسبي العرض. كاين قماش ساعات يصغر في العرض نتاعو، ما في الطول يصغر. هذه أول نقطة. كاينين خياطات تقولك أعصري في الماشينة، كاين خياطات تقولك احكمي بنساس، كلا ونشري في الحبل بطريقة هادية طول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. دوكا كمبتدئة أول حاجة تديريها هي أنك تعرفي لاباز. يعني عندك قماش، أوكي دوكا أنا يكفى راح نخيط. عندك مجموعة أدوات لازم يكون متوفرين عندك، خاصة كواحدة مبتدئة. أول حاجة عندي مسطرة بيروكي. أنا عندي حجمين. هذه المسطرة خاصة اللي ما يعرفوش يرسموا حدة الإبط، راح تساعدكم بطريقة مثالية أنكم ترسموا حدة الإبط. هذه المسطرة عندها مجموعة استعمالات، ماشي غير استعمال واحد. كان باغيين نديرلكم فيديو نشرح لكم طرق استعمالها. هذه ترسمي الرقبة الخلفية للغندورة، غندورة، ليكات، تريكو، أي نوع. هاد من المسطرتين لازمين، هذه أول حاجة. ثاني حاجة عندي أطوال كولون ولا الفيزلين. هذا من الزوج ندير بيه عملية التبطين. هذا اسمه أطوال كولون وهذا اسمه فيزلين. هذا نبطن به الرقبة، يعني للزوج نبطن به من الرقبة. وكاين حوايج أخرى نخدم بهم. طبشور باش ترسمو به. أنا نفضل أني نخير طبشور ألوان باش يبان في قماشات الكل. الكبة أنا عن نفسي نستعمل كبة الصنارة، هاي جاية ترانسبارون. بما أنه يعني القماشات مختلفة وكاين ألوان من الجوهاش، نستعمل هذا الخيط، خيط الصنارة يتباع ب5000. نحتاج إلى مقص صغير. هذا المقص تقصوا به كي تبغوا تخيطوا تقصوا به. نقص به القماش. وإبرة الخياطة أنا نستعمل رقم 18، وهو كل إبرة واستعمالاتها. ونحتاج إلى نقابيات، نفضل أن يكونوا نقابيات كبار باش تقدروا تحكموا بيهم. تحتاجوا للميطرة باش تدوا بها القياسات تاع القماش. وتحتاجوا المسطرة هذه الكبيرة. هذه المسطرة راح تعاونكم أنكم توصلوا ما بين خط دوران السطر إلى غاية نهاية القنطرة.